دونالد ترامب أعلن من أيام عن صدور عملته ترامب كوين، أصدرها قبل تنصيبه رسميا كرئيس لأمريكا، وخلال يومين بس من إصدار العملة سعر القيمة السوقية للعملة وصل ل 10 مليار دولار. إصدار العملة ده ما كانش من زمن كبير، ده كان من أيام. ثانية واحدة بس عشان أوضح لك، لو كنت اشتريت ب 5000 دولار من عملته أول ما نزلت وعدت 48 ساعة دول، كان زمانك قاعد بتتفرج على الفيديو بتاعي دلوقتي وأنت مليونير. حرفيا كنت هتبقى مليونير في يومين بس. والموضوع ما وقفش لغاية هنا، لأن مراته ميلانيا ترامب بعد ما هو نزل عملته نزلت هي كمان عملتها ميلانيا ترامب كوين، وبرضه بعد ما نزلت العمله سعرها ارتفع في السماء بشكل جنوني. هو ايه اللي بيحصل؟ هم ناويين يعملوا ايه بالظبط؟ كمل معايا الفيديو. ترامب كوين او عمله ترامب هي عمله مشفره، يعني عمله ديجيتال مش عمله ورق او كوينز. العملات المشفره دي بتسمى ميم كوينز، هي حاجه نفس كونسبت البيتكوين بس هي حاجات مشتقه من البيتكوين، يعني موضوع كبير ومعقد مش موضوعنا تكنيكلي هو ازاي بيتعمل. بس خلوني اعرفكم ايه هي الميم كوينز اللي عمله ترامب هي واحده منهم عشان تكونوا فاهمين الصوره واضحه. الميم كوين انتشرت في السنوات الاخيره وخصوصا جات لنا من المشاهير الاجانب. مشاهير كتير كانوا بيسوقوا لعملتهم الرقميه اللي هم عملوها. الميم كوين هي عمله مشفره رقميه صغيره شبيهه للبيتكوين ولكن هي تعتبر من مشتقاته. فكره الميم كوين ان اي حد يقدر يعملها. مفتاح الميم كوين هو الانفلونسرز والمشاهير. ازاي الانفلونسر او المشهور بيبدا يعلن عن عمله رقميه معينه ويقعد يكلموا على قد ايه اما العمله دي تنزل رسميا السعر بتاعها هينطلق لفوق، وفعلا بمجرد ما العمله تنزل السعر بتاعها بيرتفع. اللي هم بيعملوه ده هم بيرفعوا سعر العمله اصطناعيا وبيعملوا حاجه اسمها بامب اند دام. المشهور او الانفلونسر ده بيكون شاري معظم او اغلبيه العمله المتوفره، يعني بيشتري مثلا 80 او 90% من العمله ويطرح بس 10% للناس ان هي تشتريها. فبالتالي لانه عمل ترويج للعمله دي وبالفعل عدد محدود اللي متوفر منها، فالناس بتبدا تشتري منها بشكل هستيري، والحركه الهستيريه دي هي اللي بتعمل انطلاق في سعر العمله. وعند نقطه معينه المشهور او الانفلونسر اللي معاه 80 او 90% من العمله بيبيع كل حصته من العمله، بس بيبيعها على سعر العمله بعد ما ارتفع. واول حاجه بتحصل بعد ما بيبيع حصته سعره وقيمه العمله بتنهار، وبالتالي كل الناس اللي اشترت من العمله دي بيخسروا فلوسهم. ده اكتر موضوع شائع عن الميم كوين، وده بسبب ان في حوادث كتير حصلت لانفلونسر نصب او اتهم بالنصب على المتابعين بتوعهم عن طريق الميم كوين، وفي امثله كتيره جدا عن الموضوع ده. وكل الحاجات دي انتشرت اكتر خلال السنوات الاخيره. ولو حد مهتم بالافلام والمسلسلات وشاف وتابع سكويد جيم الجزء الثاني، لو تفتكر اللاعب رقم 333 هو كان واحد من المشاهير دول. في قصه المسلسل هو كان شخص عنده قناه يوتيوب واعلن عن عمله معينه وخلى الناس تروح تشتري منها، وبعدين حصل البامب اند دام والناس كلها خسرت فلوسها وهو قفل قناته على اليوتيوب كان هربان ومختفي. دي قصه واحد من المشاهير دول. ولكن لو عايز قصه واقعيه، البنت دي اسمها هيلي ويلش. البنت دي كسبت تقريبا 3 مليون دولار في ربع ساعه. عملت نفس الموضوع ولكن المره دي على ارض الواقع. ازاي؟ واحده من المشاهير على السوشيال ميديا اعلنت عن عمله، اشترت معظمها، استنت لغايه ما سعر العمله ارتفع وبعدين باعت كل حصتها. انتوا مستوعبين الفكره؟ الفكره لما بنسمع حد مشهور عمل كده بنفتكر ان ده اكيد بعد ما بيعمل النصبايه بتاعته دي بقى بيختفي وما عادش حد بيشوفه، لكن الحقيقه بيكون الموضوع غير كده خالص. المشهور بيكمل حياته بشكل طبيعي جدا، لان لما الناس بتيجي تلومه وتقول له انت عملت كده وخليتنا نخسر فلوسنا، بكل بساطه بيقول لهم ده استثمار يحتمل الربح والخساره. وكمان انا ما اجبرتش حد انه يشتري او يعمل كده، انا كلمتكم عن الموضوع ونصحتكم لكن ما اجبرتش حد انه يعمل حاجه. ترامب ممكن يكون مختلف عن الناس اللي احنا بنتكلم عنها دي شويه، لانه تقريبا اشهر راجل في العالم. مفيش حد على كوكب الارض ما يعرفش مين هو ترامب. اكبر رجال الاعمال في العالم، واحد من تريليونات الكوكب، شخص ليه اسمه. واهم حاجه هو كان رئيس امريكا قبل كده، وهو حقيقه رئيس امريكا الحالي. والراجل عنده اسمه. صعب انه يعني فراجل يعني في مكانه مهمه على هذا الكوكب، ما يقدرش ان هو يعمل حاجه زي كده او يختفي بقى ويهرب وما يردش على حد، ولا يقدر يعمل حاجه زي كده لان هو رئيس بلد حاليا. ولكن الفكره ان ترامب اصلا محب للعملات الرقميه، هو من الناس اللي بتدعم فكره العمله الرقميه والبيتكوين وبالذات البيتكوين، وخطته وكل اللي نفسه يعمله ان يخلي امريكا هي المصدر الاساسي لتصنيع البيتكوين في العالم. والدليل على الكلام ده انه اول ما كسب رئاسه امريكا البيتكوين في تقريبا في خلال اسبوع سعره بقى الدبل. فده دليل قاطع ان فعلا ترامب من الناس اللي بتحب العملات الرقميه، وممكن يكون ده واحد من الاسباب اللي خلاه فعلا عايز يصدر عملته الرقميه الخاصه عشان يكون ليه البصمه الاخيره على هذا الكوكب. الله اعلم العمله دي ممكن تروح فين في المستقبل. هل ممكن يجي يوم نلاقي ترامب كوين بتنافس البيتكوين؟ Who knows. Well, I don't know if it benefited. I don't know where it is. I don't know much about it other than I launched it. I heard it was very successful. I haven't checked it. Where is it today? How much? Several $billions, it seems like, in the last several days. Several billion? That's peanuts for these guys.
عملة ترامب ظهرت كنوع من الدعم الرمزي لسياساته. فكرة ترامب كوين كانت ان هي تجمع قاعدة جماهيرية حواليه، بس اللي حصل ان هي اتحولت لضجة كبيرة جدا على السوشيال ميديا، وده كان السبب الرئيسي لارتفاع سعرها الجنوني. وده لان ترامب يملك 80% من العملة، والجزء اللي اصدره عشان الناس تشتريه كان صغير جدا. ومجرد ما العملة نزلت الناس بدأت تشتريها بشكل هستيري. ليه؟ عشان اسم ترامب لوحده كفاية. اسم ترامب كفاية انه يشجع الناس انها تجرب. والنتيجة العملة في يومين بس ارتفع سعرها بشكل خرافي. يمكن نادرا اما يكون في عملة سعرها يرتفع بالشكل ده في مدة صغيرة زي دي. وده خلى المستثمرين الاوائل اللي هم اول ناس دخلت اشترت العملة دي حققوا ارباح ضخمة. حرفيا انت ممكن تكون حطيت مبلغ خلال يومين انت بقيت غني، وممكن كمان تبقى مليونير. والفكرة ان بعد ما ترامب نزل عملته وعملت انفجار في ارتفاع سعرها، بعدها بمدة صغيرة جدا نزلت عملة ميلانيا كوين اللي هي مرات ترامب. عملت هي كمان عملة باسمها، نفس الفكرة بالظبط ونفس كل حاجة، بس المرة دي باسم ميلانيا. السعر ارتفع بسرعة جدا بشكل مهول. الهدف منهم وهم بيعملوا العملة دي ان هم يستغلوا شهرة اسم ترامب، لان العملة اسمها ميلانيا ترامب، يعني اسم ترامب موجود. طبعا انت دلوقتي بقى اتحمست وعايز تروح تجمع كل الفلوس اللي انت تقدر تجمعها، تشتري بيها بقى كلها عملات عشان نكسب بقى ونعمل فلوس بقى ونقب على وش التانية. خلينا افكرك بحاجه، ان ترامب كوينز وميلانيا كوينز حتى لو دي كانت عملات موثوق فيها شويه، لان صاحب العمله هو شخص معروف، هو شخص رئيس دوله، فالموضوع شويه تحس انه سيف. ولكن الميم كوينز في المطلق اتعملت وهدفها الاساسي الربح السريع للي وراها. فقبل ما تفكر انك تشتري او تدخل في موضوع العملات لازم تسال نفسك سؤال: هل انا فاهم السوق ده كويس؟ هل انا فاهم المجال ده كويس؟ ولو خسرت فلوسي هل اقدر اتحمل الخساره دي؟ ما تخليش كلمه ترند او اسماء المشاهير سواء انفلونسرز سواء يوتيوبرز سواء ناس زي ترامب، ما تخليش الحاجات دي تخدعك. الموضوع كله عندك والقرار دايما في ايدك، بس اهم حاجه دايما خليك واعي وخلي بالك. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو. متنساش لو الفيديو عجبك تنزل تعمل اشتراك في القناه وتفعل جرس التنبيهات عشان كل ما انزل فيديو جديد يجي لك اشعار. ويا ريت كمان تعمل لايك عشان تحمسني وتحفزني ان انا اعمل فيديوهات اكتر. وقبل ما تمشي، ده الانستجرام بتاعي، روح اعمل لي فولو هناك، بنزل محتوى مختلف تماما عن اللي بنزله هنا في القناه. اتاكد انك عامل لي فولو هناك، هسيب لكم اللينك في اول كومنت. and yep that's it، واشوفكم في حلقات قادمه. see you later.